عليكم. في فيديو النهارده هيبقى معتمد بشكل أساسي على ال3 فيديوهات اللي فاتت، لو ما شفتهمش ممكن تشوفهم وهتلاقيني حاطة لك اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. إحنا أول حاجة هنجمع الأشكال اللي إحنا عملناها في فايل بتاع الفانوس. أنا هنا فاتحة الفايل بتاع النجمة وبتاع الهلال. أول حاجة هاجي أعملها إن أنا هاخد النجمة كنترول سي وأحطها عند الفانوس، أدوس 3 في. بعدين هاجي هنا هاخد الهلال كنترول سي وعند الفانوس كنترول في. خلينا نحركه كده شوية. دلوقتي انا هبدأ اكون المشهد بتاعي. انا عايزة الكاميرا بتاعتي تكون جاية من تحت شوية وظهر النجوم كأنها متعلقة فوق. هاجي اعملها ازاي؟ هجيب النجوم دي واقول جي زد من هنا، بعدين اطلع دي كده قدام شوية. انا قلت عايزة الكاميرا تبقى تحت شوية، فانا هحاول اجيبها من الزاوية دي. بعدين هقول كنترول الت 0. تمام. ممكن نصغر العناصر اللي عندنا كده كلها. بعدين هدوس وانا دايسة على الكنترول الغي اللي انا مش عايزة احركهم معايا. هجيبها للجي كده شوية واقول اس سكيل وانزل النجمة اصغرها شوية من اس. انا دلوقتي عندي دي في الفانوس، عايزة احرك الاتنين دولت ويكون واحد من غير ما ادوس شيفت، يعني ادوس شيفت للحلقة وبعدين للفانوس. لا انا مش عايزة اعمل كده، فهعمل ايه؟ هاجي ادوس على الفانوس وبعدين شيفت الحلقة وبعدين كنترول جي. تمام. فدلوقتي بقت عندي سهل ان انا احركهم هما الاتنين في مرة واحدة. هنا لو جيت دوست عليها ودوست على edit مود من تاب، ظهرت لي هما الاتنين في عنصر واحد. طيب تمام. هاجي هنا ادوس 0 عشان اشوف شكل الكاميرا عندي عامل ازاي. تمام كده. ممكن انزل الفانوس تحت شوية واطلع الهلال قدام. ممكن اجي هنا عند النجمة من روتيت بسيط، كمان روتيت بسيط. بعدين شفت دي في اتجاه الواي، شفت دي كمان في اتجاه الواي، شفت دي كده. هبدأ ارفع على الحواف فوق شوية من جي زد، وبعدين هجيب ده وده كده انزلهم شوية تحت. عايزة افتح تاب تانية، ادوس هنا اول ما يعمل لي السهم اللي هو ده دوس كليك يمين واقول فيرتيكال وهو بيتحرك لي كده. هخلي دي اثبتها عند الكاميرا ودي اللي هبدأ احرك فيها عشان اشوف الرؤية هنا. هدوس على النجوم ادوس 7 وبعدين هرجعهم ورا شوية، اعمل لهم روتيت بسيط. هاجي هنا هحط حاجة بسيطة جدا ومن هنا من شيفت A كيرف باث ادوس سلاش عشان تظهر لي لوحدها، بعدين R90. تمام كده. هاجي من هنا من جيومتري واختار من دبث تخينة شوية عشان دي هتكون الحاجة كأنها متعلقة عليها النجوم، وبعدين هدوس حدد عليها ادوس 3 وارفعها فوق زي ما هنا ظهرالي. اعمل لها روتيت بسيط وارفعها فوق، روتيت تاني. اعمل من دي شيفت دي وبعدين زد R90 وبعدين سكيل سمول. دي هتكون كأن النجوم متعلقة فيها. ندوس على edit مود كأنها يعني جاية ممسوكة في حاجة من بره.
هاجي ادوس على دول احددهم واقول شيفت دي واي، خليها كده نازلة شوية تحت. بعدين هعدل عليها من تاب وارفعها فوق. نفس الحكاية هنا، لو حاجة اتضافت وانا مش عايزاها بدوس كنترول على حاجة، يعني دي مثلا هلغيها كده من كنترول. هنا شيفت دي واي وهنزلها شوية تحت. هبدأ هنا مثلا اصغر النجمة شوية عشان تكسر الرتابة اللي موجودة، وطول طبعا دي بس كده. ممكن نعدل هنا وكده. خلصنا 90% من الشغل اللي عندنا. حددنا الكاميرا عايزينها تبقى عاملة ازاي، والنجوم حطيناها، والفانوس. هنيجي هنا نحط بقى ايه، نحط الالوان بتاعتنا. انا طبعا عشان ما عنديش اضاءة مسحتها، هستخدم ال HDRI، ومن اسهل الحاجات اللي مش تقدروا تتخيلوها. هروح عند الشيدنج، اول حاجة اعملها ان انا احط ال HDRI. هعمل ايه، هدوس هنا عند الباك جراوند. انا اول ما فتحت الشيدنج انت ممكن يظهر لك كده اوبجكت، ما يظهر لكش وورلد، فانا هدوس على هنا وورلد وبعدين باك جراوند وهقول كنترول تي. بتطلع لي دي كده مره واحده. ممكن ما تطلعليش، ممكن الغيها كده. هتطلع لي ازاي؟ عشان ممكن انت ما تكونش محدده. فهتيجي هنا من الاديت preferences، بعدين هتكتب نود وتختار نود رانجلر، وبعدين هتيجي تدوس عند الباك جراوند كنترول تي. هتيجي هنا تدوس على الاوبن، هتلاقوني حاطه لكم ملف ال HDRI في صندوق الوصف، وهتلاقوني جاهز على طول. هو بس هتتابعوا معايا الخطوات. هنا انا هفتح الملف اللي عندي ورقم 13 دي. هنيجي هنا ندوس على دي، وبعدين هنختار اللايت والورد، نتأكد ان احنا عاملين عليها تشيك. طبعا هي كلها لونها ابيض موحد. هنا دي هلغيها وهختار من الاوبجكت. تمام. هنيجي اتوقع دي لسه شويه، ممكن بعد ما احط الالوان بتاعت كل حاجه، كل عنصر عندي. هنيجي نحط الهلال، انا عايزه يبقى لونه اصفر. خليني اخرج من هنا بس، نيو، ويختار من البيس كولر اصفر على برتقاني شويه، واحط له دي الرفنس شويه. وهنيجي عند الفانوس، عايزه اخليه لونه شويه ازرق عشان هيليق قوي مع الاصفر. نحطه على طول في هنا في الالوان. تمام كده. هتيجي بقى هنا عند الالوان النجوم اللي عندنا دي، نيو، طيب انا كده حطيت الوان النجوم حاليا، وهتلاقوني برضو حطلكوا كل لون منهم، تاخدوه على طول وتحطوه عندكم. هنيجي نحط بقى للخلفيه اللي عندنا لون، ويكون لون هادي. او كده. طيب انا عندي اللي هي الاشكال دي، ممكن اعمل اللون نجمه لكل واحده. ازاي بقى؟ عايزه ده ياخد نفس ده، فاقول كنترول ايه، لينك ماتيريال، بالظبط كده. ودي تاخد نفس اللون دي، فاحدد الاولى اللي لونها ابيض، بعدين احدد النجمه، بعدين كنترول ال لينك ماتيريال. نفس الموضوع بقى هيتكرر.
وبس كده خلصت اللي عندي، فهدوس هنا عند الورد وهختار اللوكيشن اللي احنا قلنا عليه عايزين نظبطه، بس هيتظبط على اساس الالوان. اديله شويه من الاكس، واوقات بستخدم السكيل كأن هنا في اضاءة، وبعدين شويه من الروتيشن الاكس، وهاجي بقى اعمل لهم ريندر. بعد ما بخلص طبعا الريندر بتاع الصورة بنقلها على الفوتوشوب، بظبط شوية الالوان عشان تكون واضحة اكتر. وهنيجي هنا عند اللاي اوت، انا هدوس هنا دي الغيها، ودي كمان الغيها، وهاجي عند الفيو واقول له فيو بورت ريندر ايمج، وبس كده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو.